عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل الكشري المصري زي ما انتوا شايفين اهو. انا عملته بالمنظر ده وهوريكم الطريقة. هنا الزيت ونزلت البصل، اول ما يتحمر هنزل المية. بعد ما حمرت البصل شلت البصل شوية عشان احطهم على وش الكشري ونزلت المية. اول ما تغلي هحط العدس الجبة. المية غليت، واول ما المية غليت نزلت العدس. اول ما يستوي هحط الرز. هنزل معلقة كمون وملح وهنزل الرز وارجع لكم. الرز انا حطيت الرز اهو على العدس. هنزل شوية مية، هغطي بس الرز. هو انا جايبه دلوقتي كيلو رز على ربع كيلو عدس الجبه، وهغطيه واول ما يستوي هوريهولكم. كده عندي الرز هنا استوى. هبتدي دلوقتي اسلق المكرونه واوريكم بعدها هنعمل ايه. الميه بتغلي، هحط شويه زيت، شويه ملح. حطيت هنا المكرونه، مكرونه صغيره ومكرونه سباكيتي. بعد ما حطيت الزيت والملح دلوقتي هتستوي وهوريها لكم. هنا اعمل صلصه. حطيت زيت وحطيت الثوم. اول ما يتحمر كده هنزل الصلصه. بعد ما اتحمرت الثومه هسيبها تتسبك شويه. اعمل الدقه بتاعت الكشري: معلقه ثوم ناعم، معلقه كمون، معلقه شطه، معلقه ملح. هعصر ليمون، شويه خل، هقلبهم، شويه زيت، ميه. دي الدقه بتاعت الكشري. رجعت لكم بعد ما خلصنا الكشري. يا رب يكون الوصفه النهارده عجبتكم وطريقتي في الكشري عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.